هذه ساحة جامع الفناء الشهيرة بمراكش. بعد نحو شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بدأت الحياة بالعودة إليها تدريجياً. يتدفق السياح بكثافة، وقد عادت إلى الساحة بهجتها ولو نسبياً، حيث حلقات الموسيقى والحكايات الشعبية. لا تتوقف المدينة الحمراء عن سحرها، لذا يأتيها الزوار من بلدان العالم طلباً لتراث عريق يجدون عبقه في هذه الساحة. الأجواء هنا مفعمة بالحيوية والنشاط، الناس ودودون، يمكنك أن ترى حياة مختلفة تماماً عن تلك التي نعيشها في إنجلترا. الحياة تعود إلى طبيعتها. مؤسف ما حدث، لكن الحياة تستمر، والناس هنا يأملون في قدوم مزيد من السياح. كبلسم لجراح الزلزال، جاء إعلان احتضان المغرب مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال ليبث الفرحة وسط أهل مراكش. اللي وقع ديما الفرحه كاينه في هذه البلاد، وحنا كنصنعوا الفرحه، والفرحه كاينين في الوجوه ديال هاد الناس، وجات هاد الفرحه ان شاء الله ديال التنظيم ديال كاس العالم. واخا شي 3 المرات ولا ما عرف 2 المرات ما صوتوش علينا، احنا الحمد لله غادي ننظموا كاس العالم. وهاد مراكش هذا ان شاء الله بتكون عاوتاني الحاجه الازدهار ان شاء الله، وبيكون الضحك واللعب. قريبا من الساحة الشهيرة توضع اللمسات الأخيرة، وتزين شوارع المدينة لاستقبال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد المقررة الأسبوع المقبل. حدث كبير لم تشهده إفريقيا منذ 50 عاما، ينتظر أن يجتذب أكثر من 12,000 شخص من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية عبر العالم. كانت واحد الفرقة مجتمعة اللي اشتغلت من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، ومن الجهات المختصة في المغرب، اللي وقفوا على تجهيزات والبنيات التحتية تقريبا بفندق المطار، الطرق، جميع نقولوا البنيات التحتية والتجهيزات اللي خاصنا نتأكدوا. تعد مراكش عاصمة السياحة المغربية، إذ تستحوذ على أكثر من ثلث زوار البلاد. سريعا تتعافى المدينة لتنفض عنها غبار الزلزال وتدب الحياة في مرافقها من جديد. أنس عياش، الشرق، مراكش.